بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا سعداء وسعادة الدنيا كلها ما بين ايديكم وحواليكم يا رب. طبعا كلكم بتسألوا يا ترى هو ايه الوصفة او الفيديو بتاع النهاردة هيتكلم عن ايه. زي ما انتم شايفين كده، حبة تسالي يستاهلوا بقكم. الجو ساقعة ومحتاج ان احنا نتسلى، فحبيت كده ان انا اعمل لكم فيديو على السريع سهل كده وسريع وعلى قد الايد زي ما احنا متعودين من قناة ايمي والعائلة. هنعمل معانا حبة تسالي كده، اللهم بارك، بجد طعمهم تحفة. ايوه بقى على القرمشة والجمال. يلا بينا نشوف الطريقة ونشوف المقادير، ويا ترى حطينا ايه وعملنا ايه عشان تدينا القرمشة اللي احنا سامعينها والجمال اللي احنا سامعينه ده. وعايزه اقول لكم بقى مش القرمشه بس، لا، والطعم حكايه. يلا بينا كده نبدأ ونسمي الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. بس قبل ما نبدأ الفيديو زي ما احنا متعودين، يا ريت يا جماعة اللي ما اشتركش في القناة يشترك ولايك كده للفيديو عشان يقدر يوصل لأكبر كمية منكم. واللي ما فعلش الجرس يفعله عشان يصلكم كل جديد بينزل في القناة. يلا نبدأ ونسمي الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ الفيديو بتاعنا ونشوف الجمال والحلاوة دي اتعملت ازاي. يلا بينا نبدأ. اول حاجه طبعا انا عندي حمص الشام، حوالي كده ربع من الحمص الشام او تمن، يعني حسب الكمية اللي انتوا عايزينها ابدأوا بيها. انا هنا صراحة بدأت بتمن كيلو من الحمص الشام. هنشوف بقى التركة بتاعته ونشوفه كده بقى معانا باللون الجميل ده ازاي، ووصلنا له درجة القرمشة دي ازاي. ده طبعا كله هنعرفه بمشاهدة الفيديو ومتابعته. يلا بينا تابعوا معايا كده واوعوا تجروا الفيديو عشان فيه تكات وهيفوتكوا الطعم الجميل ده لو ما شفتوش الفيديو من اوله لحد اخره. وعايزه اقول لكم ان اقل كميه من التسالي دلوقتي بقى بمبلغ وقدره. ادي احنا عملنا الحمص زي ما هو كده واحسن كمان بكتير من ما احنا بنشوفه في المقله. يلا بينا نبدا ونشوف الحمص بتاعنا اتعمل ازاي. اول حاجه انا زي ما انا قلت لكم عندي هنا 8 كيلو من الحمص. ابتديت انقعه حوالي 4 ساعات، او اعمليها من بالليل الخطوه دي وسيبيه لحد الصبح. وطبعا سلقناه، وهو مش بياخد في السوا كتير، هو حوالي 10 دقايق بالكتير قوي على النار. بعد ما سلقناه تعالوا بينا بقى نشوف الطعم الجميل اللي احنا هنعمله. نزلنا عليه طبعا برشة من الملح، وخلي بالك من الملح لان هنضيف اضافات تانية، ونص معلقة من البابريكا المدخنة. بجد بتخلي له طعمه وريحته جميلة جدا وهو بيبتدي يتحمص في الفرن. وهننزل عليه كمان بنص معلقة من او حبة كده صغيرين من مرقة الدجاج، وتوم بودر وبصل بودر. وقلبي بقى الخليط ده كله مع بعضه، الحمص بالخلطة الجميلة اللي احنا عملناها مع بعض دي، وسيبيها حوالي 10 دقايق عشان كل النكهات كده تخش في بعضها وتدينا الطعم الجميل والريحة الجميلة اللي احنا هنشمها واحنا بنحمصها في الفرن. بعد ما نسيبه حوالي 10 دقايق نقلبيه بس كده كويس عشان كله ياخد من بعضه. سيبيه بقى حوالي 10 دقايق. بعد ال10 دقايق هننزل كده برشة فلفل أسمر، ودي اختياري مش إجباري. اللي عايز يحطها خير وبركة، واللي مش عايز يحطها برضو خير وبركة. عايزة أقول لكم إن أنا كنت واقفة آكل فيه كده من غير ما يتحمص ومن غير أي حاجة، كان طعمه والله العظيم جميل جدا. نجيب بقى صينية كويسة كده ونبتدي ان احنا نفرش فيها الحمص بتاعنا او نفرد فيها الحمص بتاعنا زي ما انتم شايفين كده. هنحاول بقدر الامكان ان تبقى حباية جنب حباية عشان ما ياخدش مننا في السوا كتير. هندخلها بقى الفرن على درجة حرارة هادية جدا، على اوطى درجة عندك، ومن حين للتاني نقلبها ونديها تقليبة كده لحد ما يتحمص معانا ويبقى احلى تسالي واطعم حمص طبعا ممكن تاكلوه. كده الفيديو بتاعي انتهى على السريع كده وفي عجالة عشان نكون ضيوف خفيفة عليكم. سيبكم على خير بقى بإذن الله، على أمل أن ألقاكم في فيديو قادم على خير. سلام.